السلام عليكم. كيك صحي كيجي رائع، خفيف وهشيش كيحمق. ديري جيم وتبعي معايا الوصفه. اول حاجه غادي نحتاجو التمر. من الاحسن نختاروا هذا النوع ديال التمر اللي كيكون معجن شويه. غنزيدو عليه البيض، زيت جوز الهند وحليب جوز الهند، معلقه ديال الفاني. وجميع المكونات غتلقاوهم مكتوبين بالتدقيق اسفل الفيديو. عوض الطحين غادي ندير بودره اللوز وطحين الحنطه السوداء او الصغازان. غنزيد عليهم الخميره وغنخلط كلشي ونطحن كلشي في مره واحده. غنبقى نطحن مزيان مزيان حتى نحصل على خليط متجانس بحال هذا الشكل. غادي ناخذ اناء اللي كيدخل الفران، غنكون مدهناه ورشه بالطحين، طبعا كلشي سون غلوتين سون لاكتوز. وغادي ندير الخليط ديالي في الاناء وغادي نهزو واحد شويه باش يكون متساوي، ونرش عليه شويه ديال اللوز مهرمش من الفوق. هذه مساله اختياريه. وغادي ندخلو الفران على درجه حراره 160 درجة تقريبا 25 دقيقة. كتجي كافية كطيب من داكشي رفيع، وكيخرج لينا واحد الكيك خفيف هشيش وطري كيحمق. اما المذاق ديال الحنطة السوداء مع اللوز كيجي خطير. شاركي الوصفة مع صاحبتك اللي كيعجبها الاكل الصحي، وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا ضغطة.